السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده مع شهوات خديجه تاغوما. الوصفه ديالنا اليوم هي كاب كيك بالشوكولا اللي كيجيو رائعين البنات وكيجيو خفاف وكيخرجوا كميه كثيره، يعني تحتاجوهم لعيد ميلاد، تحتاجوهم لوليداتكم يديهم معاهم المدرسه، وعلاش لا حتى لينا حنا الكبار. يعني كيجيو رائعين البنات. نتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وما تسبخلوش عليا البنات بلي لايك، واللي يدخل عندي جديد ما ينسانيش من الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وكنشكركم على التعاليق الزوينين اللي كتحفزني نزيد نعطي ما عندي. وندوز دابا المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله البنات. هنا في المكونات البنات غنضاعف المكونات حيت بغيت تخرج ليا كميه كثيره. مهم نتوما الا بغيتو تنقصوا من الكميه وتقدروا تنقصوا من الكميه، ديروا غير 3 البيضات. هنا عندي انا 6 البيضات، 6 الحبات ديال البيض، يعني هاد المكونات غيخرجوا ليا 36 حبه البنات. هنا غنضيف 6 الحبات ديال البيض، وغنضيف كاس ونص ديال سنيده، وغنضيف واحد القليل من الملح ضروريه، وغنضيف 2 اكياس ديال الفاني. وهاد المكونات البنات غنطربوهم مزيان حتى تضاعف لينا الحجم ديالهم. والكاس البنات اللي كنعبروا به هو الكاس العنبه. هانتوما كيف كتشاهدوا يطربوا لينا هاد المكونات حتى يضاعفوا لينا الحجم ديالهم. عاد نبدا نضيف الزيت النباتيه اللي عندنا فيها كاس عنبه ونص ديال الزيت البنات، كاس عنبه ونص ديال الزيت. وكنبدا نضيفو تدريجيا وهي كيطرب البنات. الا كان عندكم الطراب الكهربائي غتبقاو تطربوها البنات وانتم كتضيفوا الزيت. هانتوما كيف كتشاهدوا صافي. وغنزيد عاوتاني غنضيف كاس ديال الحليب يكون كبير البنات، ديال العصير، كاس ديال العصير كبير. كنضيف فيه واحد معلقه صغيره ديال الخل، كنضيفها فيه من قبل وكنخليه على جنب. وعاد كنبدا نضيف البنات هنا الحليب. هانتوما كيف كتشاهدوا تيكون هذاك الحليب ملي كتضيفوا فيه معلقه ديال الخل بحال بغا يريب. هذا هو السر البنات، هذا المكون ملي كتضيفوه مع الحليب الخل باش كيخلي هذوك الكاب كيك كيخليهم هشاش البنات وكيخليهم رائعين البنات. وكيطلعوا لكم. هانتوما كيف كتشاهدوا ملي طربنا البنات هاد المكونات مزيان، كنضيفوا هنا واحد القليل من نكهه ديال القهوه اختياريه، لكم الاختيار. يعني ملي غنضيفوا كاكاو يعني غنضيفوا الشوكولا، ضروري نضيفوا القهوه. هنا البنات كنبداو نضيفوا تدريجيا الدقيق او الفورص الممتاز البنات. انايا هنا ضفت 4 الكيسان عنبه، يعني راحت انا مضاعفه المكونات 4 الكيسان عنبه ديال الفورص البنات. وانتوما يعني على حسب الفرص اللي عندكم، على حسب البيض واش كبير ولا صغير. هنا البنات كنضيفوا واحد 2 معالق كبار ديال الكاكاو مع 3 الخمارات، 3 الاكياس ديال الخميره. انتما كيف كتشاهدوا وكنغربلوهم البنات، وكنبداو نخلطوا بالخلاط اليدوي. انتما كيف كتشاهدوا كنبداو نضيفوا في الفرص تدريجيا حتى نحصلوا على واحد الخليط البنات، واحد الخليط البنات اللي تيكون يعني عاقد على المادلين، يعني عاقد، يعني كاب كيك راه تيكون الخليط ديالو عاقد، يعني ما كيكونش جاري البنات وما كيكونش بحال الكيك العادي، يعني تيكون ثقيل البنات باش يجيونا مقبقبين، يجيونا طالعين. وكنتمنى نكون شرحت لكم مزيان. هانتوما كتشوفوا الخليط، هانتوما شوفوا الخليط كيعاقد، هانتوما كل شيء واضح في الصوره وكيخرجوا كميه كثيره. كما قلت لكم هاد المكونات تقدروا ديروا نصف الكميه، يعني انا كنت باغا كميه كثيره، هذاك الشيء علاش درت ضاعفت المكونات. هانتوما كيف كتشاهدوا جبت هنا الطاوه ديال الكاب كيك، هانتوما كيف كتشاهدوا. ودرت هاد القويطات، اي قويطات يعني نتوما عندكم في اي لون بغيتو، يعني انا غير شاركت معكم
هاد الكاب كيك هانتوما كيف كتشاهدوا. وكنبداو نضيفوها البنات تقريبا واحد 3 المعالق. هانتوما كيف كتشاهدوا ضروري تخليو واحد ليسباس، واحد المساحه باش فين غيطلعوا البنات، ضروري تخليوهم واحد المساحه باش فين يطلعوا. لما خليتوش المساحه يعني غيفيضوا لكم وغيجيكم عوجين، يقدروا يفيضوا لكم على الطاوه. انتما كيف كتشاهدوا غنبقى بهذه الطريقه هذه حتى نعمر هاد الطاوه ديالي كامله البنات. ومني كنعمرها كنهز الطاوه كنخبط على سطح العمل باش يتوزع ليا داك الخليط. وعاد كنجيب البنات كنجيب شوكولا حبيبات، شوكولا ديال كوكيز، كنديرو على الوجه ديال هاد الكاب كيك فوق من الخليط البنات. شوكولا حبيبات لكم الاختيار، يعني يمكن لكم تضيفوه يمكن لكم ما تضيفوش، ولكن كيعطي واحد التزيين رائع 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 وكيجي دايب في الكاب كيك، يعني كيجي رائع. كنشعل الفرن يسخن على 180 درجه وكنخليه الطاوه ديالي واحد 10 دقائق. يعني ملي كنقادهم وكنخبطها بحال هكا باش يتوسع باش يتقادوا لينا، وكنخليها واحد 10 دقائق فوق سطح العمل. عاد كندخلها للفرن اللي البنات مسخن على 180 درجه وكنشعل غير لتحت، ما كنشعلش الفوق على الوجه ديالها، يعني كنشعل غير لتحت وكنخليهم يطيبوا. هما البنات ملي طابوا لينا وخرجناهم من الفرن باقيين سخان. هانتوما كيف كتشاهدوا الجو رائعين البنات، تيبردوا لينا وغنحطهم في طبق التقديم. هما البنات ملي حطيتهم في طبق التقديم نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، يعني راه كيجيو رائعين لا شكلا لا مذاقا، يعني كيكونوا خفاف البنات وما تشبعوش منهم وكيخرجوا كميه كثيره. ونتمنى تجربوهم ويصدقوا معاكم بحال هذا الشكل هذا، ونتمنى تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. ما تنسونيش من لي لايك، واللي يدخل عندي جديد ما ينسانيش من الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وكنشكركم على التعاليق الزوينه اللي كتحفزني نزيد نعطي ما عندي. والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.